التربو هو جهاز بيستخدم غازات العادم اللي بتخرج من الموتور عشان يضغط الهواء اللي داخل غرفة الاحتراق. مكونات التربو الأساسية أول حاجة وهي التوربينة دي اللي بتلف بسبب ضغط العادم اللي خارج من الموتور. بعد كده في محور توصيل شافت بيوصل بين التوربينة والكمبرسور عشان يشتغلوا مع بعض، والكمبرسور بيكون متوصل مع التوربينة عن طريق الشفط وبيشتغل معاها وبيضغط الهواء داخل الموتور. طيب هل ينفع التربو يشتغل لوحده؟ أكيد لأ. تعالوا نعرف مكونات نظام التربو الأساسية. أول حاجة وهو الانتركولر، بيبرد الهواء المضغوط قبل ما يدخل الموتور لأن الهواء البارد أكثف وبيساعد على الاحتراق أفضل. بعد كده صمام الويست جيت بيشتغل لما الضغط يزيد عن اللازم عشان يفرغ بعض غازات العادم ويمنع التربو من الدوران الزايد، لان الموتور بالظبط عامل زي رئة الانسان بيستنشق هواء وبيخرجه. فالموتور لما تحط تربو على مخرج العادم انت هنا بتعمل شوية اعاقة لمسار العادم، وده ممكن يضعف اداء الموتور بدل ما يزيده، وكمان هيعلي درجة الحرارة. فصمام الويست جيت هنا دوره انه لما يلاقي ان التربو جاب اخره بيبدأ يفرغ هواء العادم الزيادة اللي مش محتاجه. طيب ايه مميزات التربو وعيوبه؟ مميزاته بيدي قوة حصانية عالية جدا مقارنة بحجم التربو الصغير. كفاءة الوقود بتكون أفضل لأنه بيشتغل بطاقة العادم. سهل التعديل إنك تحط تربو على عربيتك بسهولة. نيجي بقى لعيوب، وأكبر عيب هو التربو لاج.